نفى مسؤول بارز في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تكون الأخيرة توصلت بإشعار أو رسالة من اللاعب حكيم زياش تفيد باعتزاله اللعب دولياً. وكشف المسؤول الجامعي أن زياش لم يتواصل مع الجامعة أو الناخب الوطني وليد الركراكي للإبلاغ عن رغبته في اعتزال اللعب على الصعيد الدولي، مضيفاً أنه لم ينشر حتى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أي بلاغ أو حتى تلميح في هذا الجانب. وقال أحد المسؤولين عن التواصل داخل الجامعة، ونفى بدوره معرفته بأي تفاصيل بخصوص اعتزال زياش في ظل غياب أي معطيات رسمية أو إعلان رسمي من قبل اللاعب. وتم تداول خبر اعتزال زياش على نطاق واسع مساء أمس الأربعاء بعد فترة قصيرة من زيارة وليد الركراكي ومساعده رشيد بن محمود إلى العاصمة القطرية الدوحة ومتابعة مباراة دحيل والسد.